كابتن ناجي السلام عليكم. محمد ازيك؟ ازيك يا كابتن ناجي؟ وانا عارف انت المثل اللي بيقول لك يعني الحل هو الحبل. يعني انت الحل لقيته في الحبل خلاص. انا مش عارف ايه الحبل دي، الحبل يعني اشنقهم يعني ولا ايه؟ لا لا لا. لا يعني هتشد عليهم شويه الفتره اللي جايه بقى. لا والله هو تمريناتهم، انت عارف احنا تمريناتنا تدريبات يعني مقننه مع يعني معموله طريقه علميه في جدول زمني متحدده باليوم وبالاسبوع وبالشهر وبالسنه. فيعني جدولهم ماشي بشكل جيد جدا وهم رائعين في التنافس ما شاء الله. دخل شريف بقاله 3 4 5 ايام بشكل جيد لا جداً. شريف دخل اساسي في التدريبات خلاص. دخل بقاله 3 يعني ما فيش موضوع رشح الركبه ومش رشح الركبه وانت فضلت ان تريحه شويه والكلام ده؟ لا ولا انا شرحت المساله دي قبل كده برضو، بس هشرحها تاني لانه طبعا العمليه اللي كانت في ركبه شريف كانت عمليه يعني محتاجه رعايه شويه، لانه طبعا الركبه بتبقى يعني بيبقى فيها ميكانيزم جديد بنراعيه احنا، لكن الحمد لله وصلنا لمرحله الشفاء التام يعني في ركبه شريف الحمد لله، وهي دلوقتي طبيعيه بنسبه 100%، بتحمل كل الاعباء وبتحمل كل الوحدات التدريبيه اللي بيكلف بيها وبقت يعني بيرفكت الحمد لله. ما زال كابتن احمد ناجي والجهاز الفني للنادي الاهلي طبعا. مستر مانويل انت حضرتك اشتغلت معاه لمده 6 سنوات متتاليه وتعلم جيدا انه بيحب الاستمرار في عمليه حراسه المرمى، هذا هو الهدف من الفتره القادمه ايضا؟ طبعا احنا يعني شفنا الفتره اللي فاتت كان فيها يعني تالق ملحوظ لاحمد عادل، وكلنا بنسنده وبندعمه وكل الناس واقفه جنبه ونتمنى له التوفيق في المرحله الجايه في طبعا التنافس الشريف اللي احنا بنقول عليه، وده اللي بيصب في مصلحه النادي وثلاث حراس على مستوى عالي جدا كلنا واقفين جنب احمد عادل ونظل واقفين جنبه في المرحله اللي هو فيها، لان هو فعلا اثبت جداره واثبت ان هو فعلا يستحق يكون حارس مرمى النادي الاهلي وحارس مرمى المنتخب القومي. هل كابتن ناجي بالنسبه لابو السعود وشريف يعني حتى ابو السعود طمنا على شفي تماما من الاصابه؟ حالته ممتازه جدا وفي التدريبات ممتاز، وزي ما بقول لك انا سعيد جدا ان انا شخصيا كمدرب التنافس اللي بينهم والتمرينات فعلا زي ما الناس كاتبه كده ان هي مولعه يعني او فيها واخده جو تنافسي. واخده جو تنافسي، وانا طبعا الحبل دوت يعني هشنقهم عشان اخلص منهم ونرتاح يعني. كابتن ناجي بعيدا عن حراسه مرمى النادي الاهلي، يعني رايك في الكلام اللي بدا يتردد ان المدرب اصل الاهلي هيلاعب مدرب اهلاوي والزمالك الماتش الجاي هيلاعب مدرب زملكاوي فتفويت المباريات، اعتقد انا شايف انه عيب الكلام في المواضيع دي. انا هتكلم بالتحديد في اللي انت قلته محمد، انت قلت كلام محترم جدا 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 وكلام يعني الواحد يبقى فخور بيه من انه يطلع من قناه النادي الاهلي، انه فعلا مدربينا على مستوى عالي جدا من الخلق. وضربت مثال انت باسامه عرابي، شخص يعني بعد المباراه جه واتكلم مع مستر مانويل وقال له انا دي فرقتي، وانا طبعا يعني جدا ان انا ابذل اقصى جهد، ومستر مانويل قال له احنا كنا فخورين بيك ان انت تبذل اقصى جهد. طبعا بتتكلم كمان عن طارق يحيى، احد المحترمين في طبعا تاريخ تدريب كره القدم في مصر، مدرب بيحترم ذاته وبيحترم نفسه تماما، ومطلوب في كل الانديه وفي كل الاماكن لانه حقق نجاحات ممتازه يعني جدا مسبوقه في سن مبكره، يعتبر يعني ما هواش عجوز يعني ولا. فانت بتتكلم في طارق يحيى عشان مدرب محترم ومدرب على خلق، وانا اعرفه طبعا على علاقه شخصيه اكيد واعرف قيمه طارق يحيى دلوقتي في وسط المدربين المصريين يعني. تمام كابتن ناجي. عموما كابتن احمد ناجي انا بشكرك شكرا جزيلا.